وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحب بكم حبايبي في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير. حبايبي النهارده انا كنت هقدم لكم فيديو كنت محضراه يعني، وهنزل لكم فيديو النهارده. طبعا كان في كتير ناس مشتركين حبايبي ومتابعين كانوا عايزين مني الفيديو ده، فانا جاتني رسالة من قناة صعيدية. اول ما قريت الرساله دي وشفت البوست اللي هي بعته لي، بصراحه قررت ان انا لازم انزل الفيديو دي، اعتذر لها بناء عن اي حد. يعني القناه دي قناه صعيديه اسمها قناه ميرو للطبخ الصعيدي. اولا القناه دي بسيطه جدا، وصاحبتها بسيطه جدا وتلقائيه جدا، وبتتصرف وتتكلم حتى كلامها يعني تلقائي جدا جدا، يعني ما عندهاش تكلف ولا ما عندهاش تصنع، ولا يعني زي ما يكون، شوف كده، زي ما يكون واحده مطلعينها من الزرع والغيط يعني حاجات كده عايزه افهمها لكم. يعني زي ما يكون واحده مطلعينها كده من بيت كله بعبل وكله، زي ما هو بتطلع بتعرض البيت باللي فيه بالسلم بالسطوح بطبخها ببيتها بمطبخها. طبيعيه يا جماعه هي. يعني دلوقتي انت بتتكلم، انا قبل ما اتكلم على الست اللي بعتت لها التعليق دي، هو كذا تعليق بس بصراحه التعليق دي هو اللي انا استفزني جدا جدا. انا هوريكم التعليق، وبصراحة أنا بعتذر لها بناء عن أي حد يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. نرسل المرسلين إلا مبشرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. في أصل أنا منزلة البرنامج بتاع اختم، فكل ما أفتح الموبايل لازم تجيني آية قرآنية، ما أقدرش ما أقراهاش. بص حبايبي التعليق اللي بعتاه يعني باسم علي أحمد أهو، يا رب يوصل لكم. بتقول لها انت، هي مقدمه قناه ميرو للطبخ الصعيدي، مقدمه طريقه تنظيف المطبخ. هو كان المطبخ يعني البلاط وسخ فعلا فعلا، يعني وسخ بطريقه لا يمكن حد يتخيلها، بس بشطارتها هي وكده. قالت انا سبته كده بالمنظر دي عشان اوريكم ازاي تنظفوه، وجزاها الله كل خير. يعني هي ورتنا ازاي طريقه تنظيفه، وتنظفت المطبخ والبوتاجاز والرخامه المطبخ والحيطان والسيراميك وكله على الطبيعه، يعني من غير حتى ما تعمل فواصل. فاللي بعتها بتقول لها انت مجرفه قوي وبيتك وسخ وزباله كده، انت متخلفه، ربنا يشفيكي. راحت هي برضو قناه ميرو للطبخ الصعيدي اهي الرد اهو بتاع القناه، وادي انت مقرفه قوي وبيتك وسخ وزباله زيك كده، انت متخلفه، ربنا يشفيكي. هي برضو بكل ادب من غير ما تغلط فيه قالت لها الف شكر، ربنا يدينا زي ما اداكم، ربنا فوق الكل، ربنا عالم بينا وراضي بحالنا وراضيه بحالنا. دي قناه ايه؟ ميرو للطبخ الصعيدي ردت عليه، يعني لا غلطت فيها ولا قالت لها انت اللي مجرف ولا انت اللي زباله ولا بتاع. طب انت يا حبيبتي، انا يعني عن نفسي لما بتفرج على اي فيديو والفيديو ده يكون مش محتوى نظيف، او يكون بينزل حاجه وسخه، او العنوان شدني، لكن من جوه لقيت الفيديو مش كويس، بعمل ايه؟ والله لا بعمل ديسلايك ولا مثلا بعمل تعليق سلبي ولا اي حاجه. خلاص انا ما عجبنيش اطلع بكل احترام، بس ما عندي اللي هي اللي اقول لك يعني السكوت في الساعه دي افضل من انك انت ترتكبي ده. طب انت اللي بتقولي لها بيتك وسخ وانت زباله وبتاع، ليه ايه اللي استفدتيه؟ ايه اللي استفدتيه؟ هل دلوقتي انت بتقولي الكلمه دي انت تعلمي الناس دول ايه ظروفهم، تعلمي الحياه اللي هم عايشين فيها ايه؟ ده الست دي فاتحه قناه عشان تساعد بيتها وجوزها واولادها، وما تعرفيش ايه ظروفها، وبتقدم لنا كل الطبقه بتاعتها بطبيعتها، الصواني الارض السطوح بتاعتها المطبخ بتاعها كل ما فيه. وبعدين ست محترمه جدا جدا اللي تعمل كده وما تتكسفش من حالها وتتكسفش من حياتها. اولا الفقر مش كسوف ولا مش عيب، دي نمره واحد. العيب هو العيب. يعني ياما ناس عندها سيراميك ومطابخ لف واحدث اطار والمواعين جرانيت كده يعني.
عفوا، ولكن بيعملوا محرمات، فلوسهم مش حلال، بيوتهم مش حلال، هم مش راضيين عن نفسهم، بيوتهم مليانه نكد. لكن دي ست طبيعيه، ضحكتي الضحكه اللي بتضحكها بس في القناه بتبين ازاي انها هي سعيده في حياتي، سعيده بالمطبخ الزباله اللي انت زي بتقولي عليه ده وشفتيه، سعيده بمواعينها دي، سعيده بانها هي بنفس الطريقه دي هي سعيده. انت مالك؟ انت مالك ليه بتتدخلي بالطريقه دي؟ ليه ترتكبي ذنب؟ انا بتجيني تعليقات سلبيه يا جماعه، بس انا يعني دماغي كبيره خالص وعقلي اكبر، والله العظيم برد عليهم برضو رد زي ما ردت قناه ميرو كده، بكل اسلوب وكل بتاع. انا خدت حسنه وانت خدت سيئه، استفدت ايه؟ انت شتمتيني وانا اخدت منك حسناتك، وانت خدت سيئات، استفدت ايه؟ ايه اللي استفدتيه؟ فهميني الكلمتين اللي انت قلتيهم دول استفدت ايه؟ ولذلك في كذا تعليق، بس انا التعليق ده اللي وصلني من قناه ميرو بصراحه اتضايقت عليه، اتضايقت. انا قلت لها انا مش انا هعمل لها فيديو عشان اعرف الناس اللي انت بتعمليه دي والله العظيم ثلاثه في ميزان سيئاتك، في ميزان سيئاتك. ان الست طبيعيه وان الست ما كدبتش علينا. اولا الفقر مش عيب، وقله هي بتقول لكم ده شويه الطباقه السلستين اللي انت مش بتستعني بيهم، هي بتشيلهم عشان تقدم بيهم لضيوف، تعمل يعني طبيعيه. وبتقول الكلام ده، بتقول انا الطباقه السلستين والحاجات اللي هي الحاجات اللي هي دساها دي بتخليها للضيوف، بتخليها لنا. يعني انت هل انت تعرف تعملي زي كده؟ طب والله انت ما تعرف تعملي زيي. طب والله انا قريت لها برضو، كنت داخله في فيديو كانت عاملاه. انا على فكره يا جماعه والله ده برضو دي فرصه ان انا اقول لجميع القنوات الصغيره، اقسم لكم بالله انا نفسي اساعدكم كلكم ونفسي اقف معاكم كلكم، ولكن اليوتيوب جيدها على الكل. انت عارفه لما انت بتنزلي في التعليقات ادعميني اعملي كذا، اليوتيوب بيوقف قناتي وقناتك. ليه؟ لان ده اسمه يعني ايه، ما تزعلوش مني، اسمه تسول من القنوات، واليوتيوب ما راضيش عن الموضوع دي. فانا كان نفسي اعمل حاجات كتير، ولكن انا بقول لكم اجتهدوا زي ما احنا اجتهدنا، يعني برضو ما تبصوش لغيركم، بصي لنفسك واجتهدي وربنا هيكرمكم كلكم ان شاء الله. بالنسبه للست دي بقى، انا بقول لكم انا بتجيني تعليقات سيئه جدا، ولكن برضو برد عليها بنفس الطريقه، برد عليها برد، ومش مش بزعل من النقد. اللي في نقد يا جماعه، في نقد بناء، في نقد حلو، في نقد انا بحبه قوي. يعني انا لما في اقول لكم كذا حاجه بسيطه برضو من ايام قريبي، نزلت اولت امبارح بتاعت طريقه الطهاره من الدوره الشهريه، نزلت وحطيت، بقيت ادور عايز احط صوره بتاعت صوره مصغره للفيديو، لقيت كله صور يعني ايه يعني بذيئه. فرحت حطيت ست بتستحمى بالدش بس، وما فيش غير كده، ودش جنبيها على علامه على ان انت ايه، الفيديو اللي من جوه بيتكلم عن الطهاره. راحت واحده الله يديها الصحه بتقول لي لو سمحت يا ماما مسك الصوره، نزلي صوره ما تكونش فيها اباحيه، والست مش باين منها غير راسها بس، والدش نازل عليها دماغها بس، يعني راسها شعرها. فانا احترمتها جدا في نفس اللحظه، بعت لها قلت لها حاضر جزاك الله كل خير، وفعلا غيرت الخلفيه بتاعت الصوره المصغره بتاعت الفيديو. وواحده تاني برضو بعتت لي تعليق بتقول لي العنوان بتاع الفيديو كانت واحده بعتها لي قصتها او مشكلتها، فرحت قلت يعني ايه زوجها سابها لأبوه وأخوه يعملوا فيها ما حرمه الله. أنا أقصد إن ما حرمه الله إن كل اللي الراجل لما يسيب مراته لأبوه وأخوه لعبة في يده ويتحكموا فيها ويضربوها ويهنوها ويطيروا وراها، ده كله حرم الله. ربنا ما ادالكش واحدة ست بنت ناس عشان انت تسيبها لأبوك وأخوك، هي اتجوزتك انت مش اتجوزت أبوك وأخوك. هي أمرك انت نافذ عليه، وتعمل اللي انت فيها بالتفاهم بينك ما بيني، ولكن مش ابوك ولا اخوك. فده اللي كان اقصده. لما قالت لي كده فعلا غيرت العنوان ليه، معاها حق. يعني اولا نقد بناء، نقد للصالح العام، نقد لصالحي انا اول هام، لان برضو عشان عايزه اكسب ثواب من الله سبحانه وتعالى. فانت يا حبيبتي انت النقد اللي تقوليه اذا ما كانش عاجبك الفيديو دخلت ليه؟ لما من اول ما دخلتي الفيديو بتاع ميرو للطبخ الصعيدي ولقيتي ان المطبخ زباله زي ما انت بتقولي وهي زباله، كملت ليه؟ اطلعي وخلاص على كده. في عندك 50,000 فيديو، خش فيديوهات يا ستي بالطريقه اللي انت عايزاها، شوف الطريقه اللي انت عايزاها، المطبخ اللي انت عايزاه، سيراميك، جرانيت، لف، معمول ركنه، معمول مش عارفه ايه، ادخلي زي ما انت عايز. سيب الناس الغلابه، سيب الناس الطيبين، سيب الناس دول. انت عارفه ان الغناي بيتحاسبوا قبل الناس الغلابه بكام؟ الناس الغلابه بيخشوا الجنه، والناس الاغنياء الاثرياء بيدخلوا ورا الناس الفقراء الجنه بعد 70,000 عام. ليه؟
ربنا هيوقف يقعد كده، خدي او خد، انت عملت ايه؟ اديت لك ملايين، اديت لك مليارات، اديت لك قصور، اديت لك عربيات، اديت لك رزق، عملت ايه فيه؟ حاسبني الجنيه ده وديته فين؟ ال 100 جنيه وديتها فين؟ اما الفقير بقى ما هيسالوا على ايه؟ يا ربنا سبحانه وتعالى هيسالوا على ايه؟ ده هو طلع من الدنيا ما يملكش غير الكفن، ويمكن الكفن ده جاله صدقه، فربنا هيسال عليه، فبيدخلوا الجنه من اوسع ابوابها. ده الفقير، ده الناس المحتاجه. اما الناس المبسوطه بقى اللي متباهيه بانبساطها وغناها، احنا انتوا شفتوا بيوتنا ايه شكلها؟ والله العظيم في بيوت اقسم بالله العظيم هي مطبخ اميره ميرو للطبخ الصعيدي ده، والله العظيم 3 يمكن يفرشوا فيه ويناموا فيه. ان في ناس المطابخ بتاعتها من تراب، يعني جايبين شويه سباتة فواكه كده وحاطينها فوق بعضها، وحاطين رصين فيها المواعين، والارض يكنسوها من التراب، ويشيلوا التراب ويحطوا التراب بالتراب، ما فيش حتى شويه سمنت معمولين، الا الارض تراب، والمواعين ما فيش مطبخ، بيجيدوا على البوابير اللي هي الوابور الجاز او وابور اللي هو بيتحط له كيروسين دي، وشويه المواعين حاطينهم في سبت من الجريد اللي هو بتاع الفواكه، وعايشين حياة سعيدة جدا. في ناس عايشة كده، انت مالك؟ انا يا ربي ما عنديش ولا حاجة في حياتي، ما عنديش في بيتي مثلا امكانيات ان انا اصور بس واعملها للناس، بعمل اللي عندي. فانا كترت كلام في الموضوع ده بس عشان محروقه والله ومتضايقه جدا. ليه انت تكسبي السيئات؟ ليه تاخدي السيئات؟ ليه؟ عملت لك ايه؟ ما عجبتكيش اطلعي خلاص. وبتكلم برضو ده بنوه لجميع المتابعين يا جماعه، انتوا ليه الفيديو اللي مش عاجبكم، القناه اللي مش عاجباكم، الغي اشتراكك ليه، اطلعي منيها وخلاص. حتى ديسلايك اللي بتعمليها دي حرام عليك، لان ده الانسان. شوفي الفيديو اللي عملته ده 17 دقيقه، شوف تعبت فيه قد، عملت ايه فيه، من مواعين لتنظيف لغسيل البوتاجاز لتنظيف البلاط، شربت المر في فيديو، وانت تيجي في النهايه تروحي تكسري خاطرها وتكسري نفسها وتقولي لها كلمه زي دي. طب انت عارفه ايه ظروفها؟ فأرجوكم حبايبي عشان خاطر ربنا، راعوا الله سبحانه وتعالى، راعوا مشاعر الناس، راعوا مشاعر الناس اللي هي بتشرب المر عشان تطلع فيديو. وهي قالت لكم في الفيديو، والله بتقول في الفيديو يا جماعه محدش عيب عليا وتقولوا ده وسخه، انا بوريكم بعلمكم. وفعلا بتعلمنا. انتوا عارفين البطاطس دي لما يعني في ناس كتيره بتبقى مطبخها عايز ازاله، ولذلك لو عرفت ان شويه بوتاس يغيروا لون المطبخ ويغيروا لون البلاط ويخلوه حلو، هتوفر لها مبلغ كبير جدا، وتخلي المطبخ يبرق، على قولها هي بربرق. هي طبيعيه جدا والله العظيم وحبوبه خالص. وربنا يهدينا ويهديكم جميعا ان شاء الله يا رب. انا التعليق اللي بقولته على المعلقه دي تزعليش مني حبيبتي، انا بقول لك كده والله خالص لوجه الله، اقسم لك بالله العظيم عشان ما تركبيش ذنوب. برضو ماما صفاء الله يديها الصحه برضو راحت بعت اعتذار، بتتكلم بتقول انا مش عارفه الفيديو ده كان فين، وراحت يعني المهم ان ماما صفاء برضو معلقه، جزاها الله كل خير، ست طيبه وست وقوره، ربنا يديها الصحه يا رب ان شاء الله. برضو ماما صفاء معلقة تعليق بصراحة يعني جزاها الله كل خير، بتقول تمت ماما صفاء أنا هحذفه لأنه مش مني أنا، وما تحكموش على حد وتظلموا من غير ما تعرفوا حاجة. أنا بنفسي اعتذرت للست المحترمة دي ماما صفاء جزاها الله كل خير، برضو نزل التعليق. فيا جماعة ما تكسبوش سيئات، اكسبوا حسنات عشان ربنا سبحانه وتعالى ما يبتليناش زي ما ابتلى البلاد اللي هي كانت متعالية بمالها وثرائها والفلوس اللي كانت مش عارفة تحطها فين، ربنا ابتلاها لأن برضو اتعالت على الناس. وحبايبي ما تزعلوش مني، انا حبيت اقول الكلمه دي. وانت يا صاحبه التعليق برضو اللي انت بعتي ما تزعليش مني، اقسم لك بالله عشان انا بقول لك كده وشديت شويه عشان تعتذري وتقول مش تعتذري، لا هي خلاص على كده، هي خلاص زي الرصاصه لما بتطلع ما ترجعش تاني، لكن اعتذري لله يعني توبي الى الله. مش انا برضو بتجيني تعليقات سيئه جدا جدا جدا، واقول لهم ربنا يصلح حالنا وحالكم وخلاص على كده، وربنا يصلح حالنا وحالكم فعلا، وجزاكم الله كل خير. زي بعضه طولت عليكم، بس والله العظيم عشان برضو خالص لوجه الله ما فيش حد يكسب سيئة بسبب كلمة. ده في كلمة بتهوي صاحبها في النار 70,000 خريف، كلمة واحدة
فيعني حرام عليكم لما لك واحد بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا اتحاسب بما يعني نتفوه به يا رسول الله. قال له سكلتك امك. وهل يكب الناس على مناخيرهم الا حصاء السنتهم؟ يعني اللسان اللي بيقولوا بيكب الناس في النار 70,000 خريف. طب عليك بيه عشان كلمة واحدة انت تقوليها وبعد كده تروحي تقعدي 70,000 سنة تهوي في النار بسبب كلمة واحدة؟ ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب ان شاء الله. وبعتذر لقناه ميرو للطبخ الصعيدي، انت ست محترمه وبيتك زي الفل والله العظيم، وحياتك كلها زي الفل، ويكفي انك راضيه انت عن حياتك وعن بيتك. ربنا يا رب يغنينا بالحلال ويرزقنا ويرزق كل يا رب محتاج ان شاء الله يا رب. احنا كلنا غلابه، كلنا فقراء، كلنا محتاجين من الله، كلنا بنقول يا رب. اللي معاه بيقول يا رب، واللي ما معاهوش بيقول يا رب، واللي معاه عايز تاني، واللي ما معاهوش عايز بس يستر. وربنا يسترنا دنيا واخره. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.